أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا سمعنا أو بنسمع عن إن امرأة اتخانقت مع امرأة أخرى وفرشت لها الملاية. إيه حكاية فرش الملاية؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. زمان كانت النساء في مصر حتى منتصف القرن العشرين يرتدوا الملاية اللف السوداء فوق ملابسهم، وكان من المتبع إنه عندما تتشاجر امرأة مع امرأة أخرى كانت إحداهما تفرش ملايتها اللف على الأرض وتجلس في وسطها، ثم تبدأ وصلة من الردح والشتيمة للمرأة الأخرى. فعندما يقال إن فلانة فرشت الملاية لعلانة، أي إنها تفرغت وفضجت لها مخصوص علشان تتخانق معها. مر الزمن وراحت أيام الملاية اللف ولم تعد مستخدمة وبقت غير موجودة علشان تفرشها المرأة للأخرى، لكن فضل تعبير فرش الملاية موجود ومستخدم عند الكثير من النساء للتعبير على أن الخناقة كانت كبيرة قوي بين المرأتين، وإن واحدة منهم شتمتها وبهدلتها وجابت لها القديم والجديد. تعالوا نشوف وصلة ردح وخناقة بفرش الملاية. زي ما انت شايف انا بنفرش لك الملاية. انا بقى مش عاجباكي؟ بقاني مش عاجباكي يا محفلطه يا مزفلطه، يا اللي جايه تضحكي عليا بتضحكي عليا اني عايزاني نبيع حق الواد ب 10000 جنيه. انت تروحي فيا فين ولا تشيكي؟ ده انت غلبانه، ده نوديكي بحر ونشتريكي ونطبقك ونتنيكي ونحطك تحت باطش. ده انت فلسطيني، ده سبحان مصبرني عليكي، ده انا براتش مفقوعه خلقه وبصدع لوحدي يخرب بيتك. ده كنا هنفيص منك، كنا هنفرفر منك. ليه عملنا فيكي ايه تبرجني؟ ده انا غلبانه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا ست؟ انت بتردحي لي بتاع انت اسمك ايه انت؟ ايه ده؟ يا رب لا لا لا، ده كابوس، ده كابوس. كابوس؟ انت شفتي حاجه في الكوابيس؟ ده انا هخلي كوابيسك الوان، احمر دم، ازرق نيله، اسود غطيس زي سنينك المقلدله. يخرب بيتك، عملنا فيكوا ايه يا مفترين يا جبابره؟ عملنا فيكوا ايه؟ ده احنا غلابه. اوعي سيبيني امشي، سيبيني امشي يا ست انت. ليه يا اختي وتروحي الحمام زي يخرجوا؟ بقول لك ايه؟ سيبيني اسيبك